الكليه عندنا في كليه الاداب نظري بحت، مفيش شق عملي، حتى السكاشن ما فيهاش عمل. ودي يمكن رساله بوجهها برضو من خلال حضرتك، ان الاعلام موهبه هي بيتم تنميتها بالتطور ومواكبه العصر. بلاش ندرس الشباب 5 أو 6 أو 7 أو 8 مواد على ما فات، هي كفايه ماده واحده ادرس تاريخ الاعلام اللي فات. طب الحديث والمتطور لا خلينا نعيشه. ودي مشكله خلي بالك رهيبه، ان الشاب بيقعد 4 او البنت بتقعد 4 سنين من حياتها تدرس تاريخ الاعلام اللي فات، تطلع مش عارفه ايه اللي بيحصل على ارض الواقع او تبتدي منين. وعلى فكره الموضوع ده بيدفن مواهب كتيره جدا، وبنات وشباب كتير جدا بيعيشوا حياه عاديه وهم كانوا المفروض يبقوا نجوم مجتمع، واتظلموا بسبب ان هم مش عارفين يبتدوا منين. فدي كانت مشكله الكليه. وهقول لك بقى الفرق بين تربيه نوعيه واداب اللي عملوا طفره تانية في حياتي في مجال الاعلام. دخلت الكليه قسم الاعلام لقيته قسم نظري. طب فين يا جماعه الشغل المايكات وفين فين الحلم بقى؟ مش موجود. هو احنا بنتكلم على كتب وبنرجع نرددها تاني. فقعدت شويه كده، انا داخل الكليه عشان ابقى اعلامي، فانا لازم ابقى اعلامي وده حلمي اصلا. فكونت فريق اعلامي جوه الكليه في سنه اولى. بقيت مثلا الدفعه بتاعتي كانت من 250 ل 300 كل سنه، فقمت جاي واخد منهم مثلا 10 15 بنت وولد كده. وطبعا عشان الكليه اصلا كانت النسبه الاكبر يعني 95% بنات، فكان الفريق اكتره بنات. وبدات ان انا اكون فريق اعلامي واعمل فكره اليونيفورم علشان نعمل ايفنتات نقدر من خلالها نتدرب على مجال الاعلام الميداني اللي هو مش موجود في الكليه. الكليه تدعمنا، مفيش اصلا دعم في الكليه. فالمهم بدات امارس الصحافه من جوه الكليه، فكونت فريق في الكليه وقررت ان انا اخد التجربه انا بنفسي بقى واتفرج واعرف ان انا ادرب نفسي عملي. وعلى فكره برضو دي رساله رقم 3 لطلاب الاعلام، اللي هو انا بقول لهم ان انت ما تستناش الكليه تديك معلومه. انا كنت فعلا باخد من المجال من بره وادي الكليه المعلومه، كنت بجاوب على الاسئله النظري بتاعت الكليه بناء على الشغل اللي انا بشتغله بره اللي هو بتاع الاعلام. فبدات ان انا عايز اتعرف على صحفيين، عايز بتاع فتعرف. انا عايز اوقفك في حاجه. اتفضل. انا ملاحظ من الحديث ما بين فتره الطفوله وفتره احنا طبعا ما عندناش بقى فتره الشباب بقى اللي هي ديت انت بتتكلم فيها دلوقتي، هي الفتره اللي... طيب انا بقى بتكلم في ملاحظتي للرساله برضو للناس وللشباب، ان انت دايما عندك اصرار انك تكون احمد. يعني انت مشكلتك ان ما حدش هيعطلني، ما حدش هيوقفني. كميه عقبات بقى تقعد تدعبس. انا لسه السؤال هنا بقى استنى بس عليا. السؤال هنا بقى العقبات ديت ايه اصعب عقبه واجهتك في فتره الكليه؟ يعني ممكن يكون دكتور ضايقك ما تعملش الكلام ده يا عم الحاج، يعني ليه؟ عشان ننقلها للناس ونقول انت تغلبت على هذه العقبه. زي لان اللي ملاحظ معايا واللي بيسمع البودكاست عندنا من الاول هيلاقي ان الراجل ده راجل عنده عارف ايه تعبس. انا مش انت اكيد بتنام 4 ساعات. انا عايز والله احيانا يعني. على فكره ما تعرفش ان ديت كان تقريبا ايلون ماسك حاجه زي كده او ستيف جوبز بتاع ابل، يعني كان يدوب بينام 3 ساعات يعني النام. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا من اول امبارح لحد ما انا جاي لك النهارده انا نايم 5 ساعات. طيب قول لي العقبه بس ما تهربش من السؤال عشان انا سالتك سؤال هربت منه خلي بالك، بس انا عديتها. مش هنرجع له. لا مش هنرجع له. لا انت لو قلت لي الغربيه نيوز تقول لي لسه هنأجل ده خلينا. طيب ماشي سيبك من الغربيه نيوز دلوقتي. انا عايز اعرف عقبه انت. بص هو العقبات في الكليه بالنسبه لي اللي هو كل ما تكبر والمسؤوليات تزيد وحلمك عايز توصل له اكتر فالعقبات بتزيد اكتر. فكانت ايام الكليه هقول لك على عقبات رهيبه والله كانت بتقابلني تخليني بص اللي هو يعني خلاص انا بدات ان انا اكره حياتي، بس اقعد كده وارتب ورقي واستعين بالله وارجع تاني اطلع ايه. بس خلال فتره سريعه الدنيا انا دايما بقول للشباب اللي احنا عايشين في دنيا عامله شبه زي القطر ماشي، لو انت بقى استنيت ان انت القطر هيطلع ويسيبك. كانت من العقبات اللي قابلتني في الكليه ان انا اول لما بدات اقنع الدكاتره عندي ان النظر بتاعكم مش لايق معايا انا كاعلامي، وانا مش واحد هخش اقعد على ديسك واقعد اكتب واديكم كتب واخد منكم كتب من افكار حضراتكم وارجع تاني اديكم نفس المعلومه، ده مش هيفيدني بحاجه. كان عندي دكتور
اسمه محمد زكي السديمي. لا انا هقول لك، لا سيبنا الراجل ده بالذات لازم لا تشكره ولا لا ده الراجل ده اتمنى. لا الراجل ده لسه اهو لا قول اسمك بكمل. الراجل ده حي يرزق، رئيس قسم الجغرافيا في كلية الاداب جامعة طنطا. اتمنى الرسالة بتاعتي دي توصل له، هو يمكن يكون نسيني وتوصل للمسؤولين وتوصل لمجلس الوزراء. الراجل ده قسما بالله احق ان يكون وزير تعليم عالي. الراجل ده يعني من الناس اللي انا اما بشوفهم كده بقف قدامهم اجلالا وتقديرا. يمكن هو نسيني اصلا ونسي القصه اللي انا هحكيها دي، بس عارف لما عميد يفتح لطالب عنده مكتبه بدون معرفه بدون توصيه بدون واسطه، كان عميد الكليه وقتها بقى في اولى وثانيه كليه. فانا عايز اوصل، فالدكاتره عندي في القسم مستنيين اذن وكيل الكليه، وكيل الكليه مستني اذن عميد الكليه، عميد الكليه مستني اذن رئيس الجامعه، ورئيس الجامعه يستنى اذن وزير التعليم العالي. الراجل ده انا دخلت له بعد ما بدا اسمي يسمع في الكليه ان انا بتناول اخبار الكليه واخبار الجامعه وبتاع. طب هاتوه، عشان انا كنت ساعات بتناول اخبار سلبيه، انتقاد مش سلبيه، من باب الانتقاد البسيط كده، اللي هو عندنا ملعب مكسر فعايزين نعمله، فانا اكتب بقى كذا بتاع. فالراجل ده رحت دخلت مكتبه، انت عايز ايه؟ قلت له، شرحت له موقفي ان الراجل عايز ابقى اعلامي. دخلت الكليه لقيت ما عندكوش اعلام، يعني عايز، قلت له عايز استوديو، عايز مايكات، عايز كاميرات، عايز، ما انا مش فاهم بقى ولا ميزانيه، ده لسه طالب ما اعرفش حاجه خالص، ولا ميزانيه كليه ولا انا هاممني الكلام ده. انا عايز اخش يدوني مايك وكاميرا يا باشا وجورنال وبتاع ومش عارف ايه. فقام جاي والله درس الفكره، قدم مشروع بانشاء استوديو لكليه الاداب، وبقى يدعمنا. عايز اعمل فريق اعلام، اعمل، خد اذن اعمل. انا عملت، جيت عايز اعمل مثلا جريده للجامعه، روح على رئيس الجامعه بتوصيه منه، انا طالب ماليش اي لسه يعني تايتل في الكليه، اروح على رئيس الجامعه. كان رئيس الجامعه برضو اياميها دكتور عبد الحكيم عبد الخالق، والراجل ده برضو من الناس اللي انا بتشرف ان انا درست في الجامعه وهو رئيس جامعه. والناس دي خلي بالك ما بقى ليه، يعني الراجل الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق ده راجل خلاص ما بقاش رئيس الجامعه بقاله فتره كبيره جدا. فانا مش بقول الكلام ده لان هو مسؤول او كده، ده كان مسؤول شاطر، فاتمنى الناس تتعلم من القيادات دي. فجيت الناس بصراحه دعموني جدا الاثنين دول، وانا بقدم لهم كل الشكر والتقدير. واتمنى ان الراجل اللي انا بتكلم عليه الدكتور محمد زكي السديمي يكون في يوم من الايام يعني على الاقل يعني يكون نائب وزير تعليم. عارف فيها حاجه حلوه بالظبط بجد والله. عشان انا دايما بلاقي ان الشباب دايما محبط في حته ان اصل في واسطه، اصل في مش عارف ايه. هو فعلا ما ان حدش بينجح سهل، بينجح يعني نجاح صعب، مفيش حاجه اسمها يعني لازم تدعبس. انا عديت على دكتور كان بيديني ماده رفض فكرتي، لا انا ما اقدرش، ده انا لسه فوقيا ترتيبات كتير. عديت على رئيس قسم وبرضه بقدم لها كل التحايا والاجلال والتقدير، وهي دكتوره غاده اليماني كانت رئيسه القسم ايامها، لان هي اللي بعد كده بقت تدعمني عشان اوصل للعميد ده. فوصلت للعميد، فالراجل لقى اصرار فوصلني ما انا قلت لك انت مشكلتك ان انت راجل بتدعبس، عندك اصرار وروح عشان توصل. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضه، عشان برضه الناس ما يقولوش ده انا اصرار انا هروح لرئيس الجامعه ولا هروح لعميد الكليه افضل قاعد له عند مكتبه. لا انا كنت بسهر ايام والله العظيم، ودي رساله يعني بقدمها برضه من خلالك. انا عايز اقول رسائل كتير جدا. انا كنت بسهر بالايام ارتب افكاري على ورق بدون بقى انت فاهم اللي هو، لا الفكره اسمها تمهيد ليها، الشكل بتاعها النهائي. ايوه طبعا عشان انت بتتكلم رئيس جامعه الراجل تعرف تتكلم صح. الراجل ما يقولش ده واد كان صاحب النوم جالي. ايوه صح. لا يا فندم انا تعبان، انا سهران على فكره وده الملف بتاعه. فبيبص كده يلاقي تنظيم للفكره فيهتم شويه بالموضوع. ابدا اشرح رؤيتي يهتم اكتر. الراجل دعمني لمده 2 سنين. اتدربت في السنتين دول في الفجر، كان عادل حموده رئيس تحرير. اشتغلت في صوت الامه الفجر، صحيفه الفجر. صحيفه الفجر. واشتغلت في صوت الامه، واشتغلت بعدها في فيتو، واحده من اكبر الجرايد في مصر.
واشتغلت مع استاذ وائل الابراشي رحمه الله عليه في دريم تحت التدريب معاه سنه كامله في 10 مساء، واشتغلت في صحف اقليميه بقى. اوقفك بس على حاجه، عايزين نخش في حته تانية. بص انا دلوقتي شايف عقبه تانية خالص، يعني لو تسمح لي اقولها. طبعا. احيانا عقباتنا تبقى فينا احنا. يعني انا ممكن ابقى فاهم ان في عقبه، ان زي ما انت قلت من العقبات ان مثلا التصاريح ما كانتش بتبقى جاهزه، او عقليه مثلا حد مسؤول بطريقه وعقليه حد مسؤول بطريقه ثانيه، دي كلها عقبات. في عقبه ثانيه احنا التغلب على فكره العقبه جوانا، بمعنى انا ممكن اكون محتاج الفكره، انا عايز اتناقش الموضوع بشكل نفسي اكبر منه، ده انا بعاني منها، مش عندي انا بقى. انا فهمت انت عايز توصل، بس عايز اوصلها بس للناس عشان تفهمها معايا. يعني انا دلوقتي انا شاب مثلا عايز اعمل حاجه معينه، فجوايا اصرار عشان اوصل لها. احنا احيانا ما بنشوفش الطريق ده فيه زمن. العقبه هو استحمالي للزمن ده بقى، ان انا اكون يعني تشوف انت مثلا بتحكي موقف دلوقتي بأسى، وان في حد مهد لك الطريق وحد ما مهدلكش الطريق من وجهه نظرك، وارد يبقى هو صح برضه في اجراءاته، عشان احنا ما لناش علاقه بالكواليس. انا بقول للشباب ان انت ما دام جواك حاجه حابب تعملها، انت جواك حاجه تعملها، حاول تقنع نفسك بقى ان الحاجه دي ليها زمن وطريق. فدي من اهم العقبات اللي انت تغلبت عليها. لان انا باخد من حديثك انت بتقول انا ما كنتش بقابل مثلا عميد الجامعه او رئيس الجامعه الا ما ايه، بحط خطه واحط بلان واحط الفكره دي. احيانا عشان ما تاخدش منها البنا يرفضها عشان يعني في ناس ما بتكتبش افكارها يا استاذ احمد. لا ده غلط. يعني في ناس الفكره ما بيحطش ايه نقاط القوه والضعف بتاعته. عايز اقول لحضرتك ان انا لو فتحت الموبايل بتاعي دلوقتي هتلاقيني بعدل في افكاري لحد ما هو دي عقبه من العقبات. ولا انت يعني يمكن تختلف معايا ولا تتفق في الموضوع ده؟ ينفع نسال سؤال خلف الكواليس؟ طبعا يا باشا اسال. عايزين نسال، انت دفعتك كانت كام طالب؟ كانت 300 طالب. كام طالب طلع منها صحفي زيك؟ 3. طب ايه الفرق بقى؟ ده اللي الاستاذ محمد طبعا بيتكلم عليه. يعني بنسبه مثلا ما كملوش 1%. اللي هم الناس اللي هم تغلبوا على هذه العقبات وكل العقده عندنا. فهمت انا قصدي ايه؟ فدي العقبه الكبيره اللي انا شايف اللي انا ممكن اتغلب عنها عشان اوصل. عايز اقول لحضرتك بقى ان انا ما كلمتكش عن بكلمك مثلا البيت برضه عندي ما كانش الحياه وردي ويلا خد فلوس ويلا اطلع اصرف ويلا احنا عايشين في مجتمع. انت دلوقتي انا عايز رساله مباشره خلاص. انا الحته دي هرستها يعني استوعبتها معاك. اديني كلمتين. انا عملت على فكره بس عشان انا عملت المؤتمر ده، يعني العميد رفض وانا عملته. كويس. هو رفض قاعه فاستأذنت وكيل كلها في قاعه ثانيه وعملت. اعتقد ان في نماذج كتير جدا، بس زي ما السؤال اللي من ورا الكواليس فكره توضيح ان من 300 كام واحد 10 افراد 1 2 تغلب على. دايما تعرف ان كليه الطب بتخرج كل سنه الاف الاطباء. كم واحد مشهور؟ مفيش. يعني اللي هو ايه، بيمزج ما بين العلم وخفه الدم وخفه الظل، وان هو بيتعامل مع المرضى والتواضع. صح؟ هي دي. ويمكن انا احتاج كلهم بيتسلموا نفس الماده العلميه. يبقى انا بقى السؤال بقى هنا اللي انا عايزك تجاوب عليه عشان نطلع بره الحقبه الزمنيه ديت من عمرك. ايه اللي انا مفروض انميه في نفسي كشاب عشان اكون انسان ناجح؟ هو لا انميه في نفسي ان انا صاحب حلم. لازم اعرف ان انا عندي عقبات، عندي ظروف، عندي مجتمع محيط بيا. فلو بصيت لظروفي انا الشخصيه مش هوصل للحلم بتاعي، لان انا عندي اصلا عوامل خارجيه هتاثر عليا. فاركن انا ظروفي الشخصيه دي خالص مهما كانت قهريه واتغلب عليها بشكل ما ياثرش على ان انا كمان اتغلب على الظروف الخارجيه. تمام. وعايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. الشباب احنا مش في مجتمع ظالم، ولا احنا في دوله فيها روتين وفيها لا خالص. والله ليها اصدقاء في دول عربيه واصدقاء بيكونوا جايين من بره وبيحسسوني من الحديث معاهم عن حلمهم وكلامهم ان احنا عايشين هنا في رغد، عايشين هنا في حياه سهله وسلسه. فالشاب اللي يقعد يقول ده انا لو كنت في دوله تانية وكوكب تاني وعالم تاني، انت كذاب. انت اصلا ما شفتش الدوله التانية ولا العالم التاني اللي انت بتحكي عنه. انت بتحكي في حاجه في خيالك. فخليك في الواقع اللي انت عايش فيه. انت اصلا مش قادر تتغلب. يعني انت بتقول لهم خليكوا واقعيين. خليني عايش. انا عايش على الارض دي دلوقتي. انا مش قادر. انا دايما بقول كلمه والله، يعني انا هقولها لك بالعاميه كده. دايما بقول لهم لو انت مش حريف على الملعب اللي انت فيه مش هتعرف تبقى لاعب.
لعيب في الملعب. تمام.